حنا عرب، والعرب الله عز وجل اختصهم من غير فخر، يعني هذا شيء من الله، اختصهم بالمكارم، ولذلك يعني فيهم مكارم أخلاق عجيبة وتجدها في كل قطر، كل ما تأتي للقطر وتجد فيه عربي لا تجده. أنا حصل لي قصة قبل حوالي 10 سنوات، كنت في مدينة فرانكفورت في ألمانيا، فكان في بقالة شخص عراقي اسمه صباح، بقالة يجمع فيها مقاضي اللي تهم المسلمين، لأن البقالات هناك فيها أشياء ما تصلح للمسلمين. فجيت كنت متأخر يعني ببطي هناك، يعني باخذ لي وقت والوقت برد. قلت يا صباح جيب لنا شوربة الشوفان، ما لقيتها عنده. شوربة الشوفان كويكر، ايه ام شايب ذيك، ايه معروفة. ايه قلت يا اخوي جيبها، قال ما اعرفها. قلت يا اخوي الشوربة وصف عليها وكذا، قال لعلك تجيني بصورة لها، واكل من ربعه هنا. قلت صوروا لي الشايب ذاك ابو قرون وارسلوا علي على الواتساب. جيبوه وارسلها عليه على الجوال. قلت يا صباح جيبها له، هذه زينه تعملها حسا خفيف وقت برد وكذا، اعدادها سريع واعدادها سريع. فجابها، يوم جابها الا ما لله رف كامل طلبها. يوم اخذت له يكلمني بالتليفون، قال لي ابو نايف ترى الشوربه جات، واركب على طول في القطار واروح يم. جيته عصر، يوم جيته لو والله ان الناس خاصة الشرق الاوسط ما يتقطع اصلا منها الا حنا اهل الخليج بالذات، الا واقفين عند ذا الشوربه الربي ياخذوا، وانا اخذ لي علبتين. طبعا عندهم هناك من الادب، ولعله ان شاء الله يكون منتشر والوعي يكون مرتفع عندنا. عندهم هناك ما تقدم، ما تجي وتحط اغراضك وفي واحد واقف، لا ما في. والله انت تقول يعني حب مسباح ورا بعض وقف هناك، حتى راعي الاستقبال ما يستقبلك، لا شافك سقطت قال ارجع ايا كان. وهذا حق ترى وادب، ما تتقدم على ناس واقفين بيحاسبون يعني. صح. المهم وقفت ولي قدامي شايب لابس طبعا غير لبس بنطلون، ولي والله بين عليه شكله عربي وشكله بعد من اهل الجزيره العربيه يعني خليجي يعني. وانا وقف، انا ما معي الا العلبتين وماسكها في يدي، والشيبه مع مقاضين واجد، مع عربيتين شايلين فيها. يوم جاء يسرد مقاضيه على الماصه، وانا اتعبتني هذه في يدي، ويوم شفته سحب السير وانا احطها، ايوه تعرفون فيه فاصل يضعونه بين المقاضي، وانا اضع الفاصل واحطها. قلت خلاص وش فيني ما التهيت في جوالي وقعدت اقلب فيه، الشايب يبطي عنده حساب واجد. يوم خلص وتقدم له، والله العلبتين اللي حطيتها هي موجوده، خذها. ايه تجيك السالفه وانا ناظر، يا ما ناظر والله انا هذيك مع اغراض الرجال وانا بنسحب بعود باخذ لي ثانيه. باخذ لي ثانيه. قلت الرجال اكيد انه شافه ولا ما ادري، والله اثري عينه لي هو منتبه لي، وانا يوم جيت بنصرف ويمسكني قال بتروح. قلت لا باخذ لي اغراض من، قال العلبتين ذي لك، تراني ماني في حاجتها بس حاسبت عليها. بيض الله وجهه. وجهك وجه من يسمع. هذه مكارم العرب، هذه اخلاق اهل الاسلام، هذه اخلاق العرب النظيفه. صح. الشيبه هذا طلع رجال كويتي، ايه فحصل معي مثل ما حصل مع حبيب. انا مسكته قلت يا اخوي فلوسي في جيبي والله ما تحاسب. قال والله اني حاسب. قعدت اتجادل انا وياه شوي عند الاستقبال، يا ابن الحلال الا يا ابن، قال والله حاسبت خلاص انتهى. ما قلت اجل اخذ باخذ غيرها، قال والله ماني ماخذها، انا ماخذ من غيره بس انا محاسب على ذي. ما درى انك انت اللي سبب في جيبته. خذيتها عاد وطلعت. اليوم الثاني رجعنا ومريت على صباح، قال تدري وراك الماني امس، وراي الماني ماخذ لها اغراض، تدري انه يحسب انكم متهاوشين امس. ما عندهم ذا المبالغ. لا شوف يجيك. قلت شلون؟ قال مو وراك الماني. قلت له وراي شخص الماني مع اغراض ورحت انا. قال هذا يشوفكم تجادلون، ويوم رحت يقول وش المشكله اللي حصلت؟ قال ما دريت انها سلوب. قال لا ما هي بمشكله، هذولي كل منهم يبغى يحاسب على الاخر. قال يا اخي انا عمري 50 سنه ما عمري وجدت شخص يحاسب علي كوب شاهي. الله اكبر. ما هذا اللي هم قاعدين يعملونه. قال لا هذه اخلاقهم، هذا دينهم، هذه عاداتهم. ايه
فهذه عادات العرب وعادة المسلمين بشكل عام، الله يكثرها وبشرك منها واجد في كل مكان، وبتلحظونها وبتلقونها، وكل منا والله معه قصة قريبة من هالقصة. أكيد.